خلينا ندردش عادي جدا، مفيش اي حاجه. مصور عن الموبايلات. موبايل حضرتك ايه؟ هنشعلها في الشنطه عشان ما يضايقش بس. تمام. هو انا سمعت عن شركات كتير بس ما جربتش انواع التليفونات اللي هو هواوي سمعت عن هواوي بس تقريبا يعني. انفينكس يعني سمعت عنها، شركه نضيفه. في اللي هي الهواوي بعدها طبعا، والاوبو. هواوي وانفينكس. هواوي. في اللينوفو والهواوي والاتش تي سي طبعا. في الهواوي نازل منافس كويس جدا، ولينوفو. لينوفو كانت اكتر شركات سمعت عنها. اكتر الشركات مثلا هواوي او لينوفو. تقريبا هواوي حاجه كده. ده اكتر حاجه دي الجديده بالنسبه لي. هو في اللي هو اتش تي سي، تمام. وفي اللي هو هواوي ده. في حاجه اسمها هاير، وفي حاجه في هواوي. اللينوفو وهواوي كويسين برضه. يعتبر هواوي وانفينكس دلوقتي. لينوفو او انفينكس برضه. مايكروسوفت اعتقد. الاسعار سامسونج بتنزل اسعار مناسبه جدا، وفي هواوي برضو ممكن تنزل اسعار مناسبه جدا. هي اكتر حاجه اللي هي تعتبر سامسونج، لان الاسعار بتاعتها بتبتدي من يعني بتناسب كل الناس. ما يبقى من الاثنين دول يا اتش تي سي يا هواوي، يعني حاجه من الاثنين دول. سوني انتشر الفتره دي كتير قوي. رقم 2 برضو الايفون علشان كماركه وكده. 3 سامسونج بقى. هواوي ده بشوفه بشكل كبير قوي حاليا. الفينكس برضو، وفي يعني السوني حاليا ما بقاش كتير. اللينوفو. النوكيا الواحد ما بيسمعش عنه خالص، مش عارف ليه، ده كان زمان. تمام. هايسنس برضو. هو طبعا اول حاجه سامسونج، كمان بعد كده ممكن حاليا يعني في الحاجات اللي طالعه جديده مثلا لينوفو او هواوي. رقم 1 سامسونج، رقم 2 ممكن اتش تي سي، رقم 3 ممكن لينوفو. سامسونج. والثانيه؟ ابل. والثالثه؟ سوني. مصر. سامسونج اكتر شركه سامسونج. في المرتبه الثانيه لو قلنا رقم 2 هنيجي اتش تي سي. طب في المرتبه الثالثه؟ ممكن يجي الهواوي. انفينكس، هواوي، اوبو. سوني، وبعد كده هواوي وسامسونج وانفينكس. كانت ثالث شركه بتعتبر دلوقتي داخله في المنافسه هي هواوي. الاول كان سامسونج والثاني كان اتش تي سي.